السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في وسط دوشة الحياة والسباق اللي ما بيرحمش، بنصحى كل يوم بنحس إننا لسه ما وصلناش. بنبص حوالينا ونقول هو أنا اتأخرت؟ ليه حاسس إن الكل سابقني؟ طب ليه دايما متأخر عن الناس، عن حلمي، عن نفسي؟ بس قبل ما نحكم على نفسنا لازم نسأل السؤال الكبير: هو مين قال إنك متأخر؟ وأنت متأخر عن إيه بالظبط؟ ده الإحساس اللي بيجيلنا من الوقت للتاني، وهو إحنا ليه متأخرين؟ أو المفروض دلوقتي أكون فين؟ أو بعمل إيه؟ قبل كل ده هو أصلا في حاجة اسمها تأخير؟ سؤال مهم قوي. الإجابة أو لأ مع بعض. بس إزاي؟ إمتى فعلا نكون متأخرين؟ يعني إحنا ممكن نقسم الموضوع ده إن هو إحنا فعلا أوقات بنكون متأخرين، ولا إمتى التأخير ده يكون وهم أو خيال من دماغنا؟ بص بقى، إحنا إمتى نكون فعلا متأخرين؟ في كذا نقطة. لما نقعد نأجل أو نسوف أو نكسل عن حاجات مهمة وإحنا عارفين إنها ضرورية، سواء كان قرار هناخده أو حاجة هنعملها، أو إن إحنا نضيع وقتنا في خوف وتردد وقلق من حاجة أصلا مجهولة ومحدش يعرفها. هتقولي طب ما هي مجهولة، ما أنا فعلا خايف منها. أقولك طيب ما تجرب، ما تحاول، أو ادي نفسك وقت إنك تفهمها. التأخير الحقيقي إن أنت تكون فعلا عارف وساكت وقاعد مكانك ما بتعملش حاجة، فده فعلا ساعتها انت هتكون فعلا متأخر، وفعلا انت مش في المكان اللي المفروض تكون فيه دلوقتي. انت رأيك ايه يا ريماس في الموضوع ده؟ والحقيقة بحس إن أصلا في أسباب علمية لإحساس التأخير ده، وأولهم إن العقل بيحب يقارن طول الوقت. يعني ده الدماغ الاجتماعي، العقل البشري بيشتغل على نظام اسمه المقارنة الاجتماعية، وده موجود في زمان علشان نعرف مكانتنا في وسط الناس. بس المشكلة دلوقتي إننا بنشوف الناس على السوشيال ميديا 24 ساعة، بنشوف الإنجازات بس ما بنشوفش المحاولات ولا الإحباطات. فدماغنا تلقائيا بيحس أنا متأخر، أنا مش كفاية، مع إن أنت مش متأخر. كانت في مقولة كده كنت بحب أقرأها، بس يعني مش فاكرة، مش شفتها فين بالظبط، بس هي كانت بتقول إنه ما تقارنش الموسم اللي أنت بتزرع فيه بموسم حصاد الناس التانية. يعني أنت ما شفتش الطريق اللي اتعدى الطويل العريض عشان يوصل للجزئية اللي هو وصل لها دي. محدش بيوصل لحاجة كبيرة إلا وتعب، إلا وشاف حاجات انت شخصيا ممكن تكون شفتها، لان كل نجاح وليه قصة كبيرة. وانت تحدد، يا اما تكون انت بطل القصة، يا اما تكون انت عادي زي الاشخاص اللي عادي مروا في الحياة. فالفكرة اول حاجة بحس ان العقل بيحب يقارن طول الوقت، هي دي الدماغ الاجتماعية. وتاني حاجة برضو بحس ان في التسارع بتاع العالم الحديث اللي احنا عايشين فيه. التكنولوجيا خلت كل حاجة سريعة، الرسالة بتوصل في ثانية، فلوس بتتحول في دقيقة، آه، شهرة بتحصل في أسبوع. فبنلاقينا نحس إن اللي مش بيحصل بسرعة بيبقى غلط أو فشل. وده وهم خطير جدا، إنه لازم كل حاجة تاخد وقتها عشان تطلع حلوة. يعني زي الرسمة كده، الرسمة عشان تطلع جميلة هل الرسام بيخلصها كده؟ لا والله العظيم، نعرف رسامين بيرسموا رسومات في 5 سنين هي بتطلع تحفة. هو ده المطلوب. السوشيال ميديا بتظهر لك الجزء يعني الحلو في حياة الناس، بس الجزء الوحش لأ. يعني ممكن تلاقي ناس تظهر لك في السوشيال ميديا إن أنا حياتي جنة، وتحس إن هي فعلا قاعدة في جنة، بتظهر لك الفيلا اللي عايشة فيها، الفلوس، بس هل أظهرت لك أصلا المشاكل اللي بتحصل في الشغل؟ معاه مثلا ممكن أصلا يكون موظف مهمل، في واسطة مثلا بتساعده في الجزئية دي. بس هي الفكرة يعني السوشيال ميديا عموما بتخلي فيه جزء مقارنات، فيه يحسسك إن كل حاجة بتحصل بسرعة، بس مفيش يعني مفيش الكلام ده. كل حاجة أخدت وقت عشان يوصل لها، والناس بتظهر الجانب الإيجابي بس من الحاجة، لكن ما بيظهروش هو إيه أصلا اللي ورا كل الحاجات دي. ممكن ناس بتعمل فيديوز مثلا عن إن هو عنده عربية جميلة وشكلها تحفة وأحدث موديل والكلام ده، ممكن أصلا يكون مأجرها مبدئيا مش بتاعته، وهو بقى في الفيديو بيظهر لك إن هي بتاعته. والحاجات دي في السوشيال ميديا هي وهم، وده برضه سبب من إنك بتحس إن أنت متأخر. برضه إحساس تاني، السبب برضه اللي أنا باشوفه السبب التالت، الضغط الثقافي الاجتماعي. في قوالب المجتمع حطها من غير ما نفكر فيها، زي إنك تشتغل قبل كذا، لو لسه في بيت أهلك بعد كذا تبقى فاشل. دي قوالب بتخلي أي حد خارج عنها يحس تلقائيا إنه متأخر، مع إن ربنا ما خليناش نسخ من بعض، إحنا مش نسخ من بعض. يعني المجتمع حاطط قوالب معينة، انت لو خرجت عن يعني مثلا زي في حاجة قوي بتضايقني، حتة انه مثلا معروف ان في حاجة اسمها كليات قمة، وانت لو ما طلعتش منها تبقى انت ما طلعتش اي حاجة من الكليات دي تبقى انت فاشل. كل ده غلط. ايه كليات قمة؟ ايه اصلا تعريف كليات قمة؟ وهي مش معنى اطلاقا على دول. هو الفكر كله ممكن يبقى فيه دكتور وممكن يبقى فيه مدرس، تمام؟ لو جبنا شخصيتين دكتور ومهندس، خلاص، قصدي دكتور ومدرس، معلش.
ممكن اللي بيخلي الشخص مميز عن شخص تاني ويكون أحسن منه هو إن يتحط جنب اسمه شاطر، دكتور شاطر، مدرس شاطر، ده اللي بيميزه. فأنا مثلا عندي دكتور ومدرس. المدرس ده مثلا لو هو بيجتهد على قد ما يقدر في شغله، شاطر جدا في مهنة التدريس بتاعته، هو ممكن يكون بيكسب مرتب أضعاف الدكتور اللي انت بتقول عليه ان هو طالع من كلية قمة. فهي مش بكده يعني، هي بس كل الفكرة انك تطلع مهنة انت عايزها، مش بالقالب اللي المجتمع حاطه اطلاقا، لا باللي انت يعني، ما دام انت عايز وصلت لحاجة، الحاجة اللي وصلت لها دي ربنا شايف ان هي دي انسب حاجة ليك، فابدع فيها وحاول تبقى مميز فيها، واكسر جزئية القوالب المجتمعية اللي الناس حطاها دي، وامشي باللي يناسبك بحياتك. ما بلاش نركز الناس بتعمل ايه، ده برضو حاجة بتخلي الناس تحس ان هي متأخرة، اللي هو القالب الاجتماعي الثابت اللي المفروض احنا نمشي عليه، ممكن ما تمشيش عليه. ايه المشكلة؟ مش قرآن هو. برضو في سبب رابع بحسه مهم جدا، فهم خاطئ للنجاح. بحس الناس بتفهم النجاح ده حاجة في مفاهيم غلط. العقل ساعات بيربط النجاح بالشهرة، بالشخص ان هو يكون غني فانا كده ناجح، بإنجازات ضخمة في وقت قصير، وده طبعا مش موجود يعني. ايه انجازات ضخمة في وقت صغير دي؟ لكن العالم بيقول ان 90% من النجاح الحقيقي هو الاستمرار، وانك ما تراكمش. مش لحظة، يعني مش لحظة مجد سريعة. في ناس بتعدي بلحظة كده خلاص، يعني لحظة شهرة، لحظة غنى، لأن الفلوس على فكرة بتروح وتيجي، والشهرة مش دايما، مفيش حاجة دايما. النجاح الحقيقي هو الاستمرار. لو في مثلا آه، بنت شاطرة على مستواها العائلي فهي كده ناجحة. المستوى العائلي أو المجتمع العائلي اللي هي عايشة فيه، إن هي بتساعد والدتها، شاطرة جدا في مثلا إن هي في مذاكرتها، إن هي تعمل أكل، إن هي تحل مشاكل، الحاجات دي هي كده ناجحة. الناس بتربط الشغل النجاح بان انا لازم ابقى مشهور، لازم ابقى غني، انجازات ضخمه في وقت قصير. دي بالنسبه لهم هي ال هي دي الحاجات اللي بتحدد انها شخص ناجح. فعشان كده برضو في ناس بتحس ان هي متاخره. وزي ما قلت ان 90% من النجاح الحقيقي هو الاستمرار، مش لحظه مجد سريع، مش لحظه كده تعدي. هي دي الجميله يعني، هو ده نجاح. دي برضو السبب الرابع اللي بيحسس الناس ان هم انا حاسه ان انا متاخر. برضو سبب خامس، نقص الوعي الذاتي. كتير مننا يعني بيكون بيجري ورا أهداف مش بتاعته أصلا، أهداف المجتمع أو الأهل أو الصحاب، فبيحس دايما إنه مش في المكان الصح، وده إحساس طبيعي. وده يخلق شعور دايما إنك حاسس إنك ضايع ومتأخر. لأنه في طلاب، وبرضه أنا في حياتي أنا شخصيا أعرف ناس كده، هم بيعملوا الحاجة دي علشان أهلهم. يعني مثلا أب قال لابنه أنت لازم تطلع دكتور، وما طلعتش دكتور أو طلعت أي حاجة تاني أنا ويحصل مشاكل كبيرة. هو ده نقص وعي، إنه ليه أنا أطلع حاجة أنا بحبها فهبدع فيها، فمش هحس إن أنا إحساس التأخير ده بيجي برضه من الجزئية دي، إن هي زي ما أنا قلت نقص الوعي. فلا، أنت تمشي ورا هدفك، ورا الطريق اللي أنت راسمه لنفسك، تجتهد وتسعى فيها توصل. فدول 5 أسباب بصراحة باحسّهم أهم 5 أسباب. تفتكري برضه يا بسنت هل في أسباب تاني؟ مش عارفة، أنا قُلت اللي أنا يعني باحسّهم هم دول ال5 اللي فعلًا من أسباب الناس تحس إن هي متأخّرة في كل حاجة بقى. هو الصراحة أنا بشوف الموضوع من زاوية تانية. انتي اتكلمتي عنها برضو، يعني هي برضو كويسة، ان انت ممكن تكون احساسك ان انت متأخر. ممكن يكون اوقات بايدينا واوقات مش بايدينا. بمعنى ايه؟ ان انت ممكن يكون انت اللي حاصر نفسك في دايرة ان انت متأخر ووراك حاجات كتير، وانت اصلا في الحقيقة انت ماشي مظبوط وانت يعني تمام. وممكن تكون الضغوطات اللي محطوطة عليك ده، او ان انت متأخر، انت كذا، انت فاشل، انت مش عارفة ايه، دي بتكون مفروض عليك اوقات من الاهل او من المجتمع زي ما انت اتكلمتي. ممكن برضو زي ما قلنا ان هي تكون حاجة بايديك، او ممكن حاجة مفروضة عليك من اهل او من المجتمع. انت برضو اتكلمتي عن اسباب كويسة جدا، والصراحة يعني اسباب تحفة. ممكن حاجات تانية برضو بشوفها الصراحة من وجهة نظري بتخلينا نحس ان احنا متأخرين، ان انت عندك احلام وطموحات شخصية عالية. مش معنى اللي انا بقوله ان انت ما تحلمش ان انت تكون في مكان احسن، او يكون عندك فلوس اكتر، او تكون في مكانة احسن، او تكون عايش في بيت احسن. لا، يعني الاحلام مش ببلاش. احلم واجتهد واسعى ان انت تحقق حلمك ده.
بس في ناس بتحس ان هي ما تكون حاطه لنفسها حلم كبير او حلم هياخد منها وقت طويل، فبتحس ان هي متاخره عن باقي الناس اللي حواليها او عن باقي المجتمع اللي هي فيه. بس في الحقيقه ان احنا لو جينا وبصينا لهدف الناس دي او الطريق اللي الشخص ده ماشي فيه غير الطريق اللي باقي الناس ماشيين فيه، فطبيعي انت هتحس ان انت متأخر، لان انت حلمك مش زي حلمهم، انت حلمك اكبر منهم. فطبيعي ان انت هتحتاج مجهود اكتر، هتمشي مشوار اطول. على فكرة حتى لو انت حابب توصل لنفس الحاجة، انت شايف زحمة على الطريق اللي هناك ده، انت ممكن تمشي طريق اطول بس هيوصلك. بس الطريق الاطول اللي انت ممكن تمشيه ده ممكن تتعلم فيه حاجات اكتر من اللي هيوصل على طول. فاهماني؟ في برضو بالظبط. فكرة تانية، ان احنا ممكن تكون انت خايف من فوات الاوان. بمعنى ايه؟ انا خايف احسن ما الحقش اعمل كذا، انا بكبر في السن، انا خايف احسن ما الحقش مثلا اشتغل واكون فلوس ومثلا اتجوز واعمل اسرة واخلف واعمل كذا واعمل كذا. ليه؟ ما تدي كل حاجة وقتها. انت دلوقتي مثلا احنا كشباب او في وقت المراهقة بتاعتنا دي، احنا مثلا اهدافنا ايه؟ ان احنا نهتم بصحتنا، نقرب من ربنا اكتر، ونتعلم. حابب ان انت تزود سكيلز اكتر عشان مثلا لما تكبر تشتغل والكلام ده كله، اوكي. خلاص انت مش مطلوب منك حاجة اكتر من الاربعة دول، فما تشغلش نفسك بحاجات مش لسنك دلوقتي او مش وقتها دلوقتي. وتبقى مركز معاها او مركز عليها وانت سايب الحاجات اللي انت اصلا المفروض تكون بتعملها دلوقتي. ممكن برضو من الاسباب اللي تخليك ان انت حاسس ان انت متأخر، ان انت مش واثق في نفسك. ويعني ودي بتحصل لينا كلنا. انت ممكن تكون ماشي صح في الوقت الصح، كل حاجة مظبوطة وتمام، بس انت مش واثق في نفسك. الخطوة اللي انت بتمشيها لقدام بتبقى عايز ترجع ألف ورا، لان انت مش واثق في نفسك، انت مش شايف نفسك في المكان اللي انت فيه ده. ممكن تكون انت فعلا مفروض عليك المكان ده وانت فعلا مش شايف نفسك فيه، فمش عارف تبدع، فبالتالي ما عندكش ثقة في نفسك في المكان اللي انت فيه ده. او ممكن تكون انت حابب المكان ده بس انت خايف. دي برضو ترجعنا لنقطة الخوف اللي انا اتكلمت عليها. فانت برضو خايف ليه؟ جرب شغل دماغك، اجتهد في اكتر من طريق في نفس الوقت، بحيث ان انت لو الطريق ده ما نجحش انت ممكن تكمل هنا، ممكن تكمل هنا. نوع حياتك. يعني ايه نوع حياتك؟ ان انت ما تفضلش ثابت على حاجة واحدة، ما تفضلش تتعلم حاجة واحدة، لا اتعلم اكتر من حاجة. انت ما تعرفش الزمن يعني ممكن يعمل فيك ايه او ممكن يحصل فيه ايه. فيعني اللي انا قصدي عليه ان انت امشي في كذا طريق في نفس الوقت، ركز برضو على كل الطرق اللي انت ماشي فيها. يعني هتحس ان انت بعد فترة انت متعلم حاجات كتيرة قوي. انت ممكن تكون مع الشباب او مع البنات اللي انت في سنهم، لا انت متعلمة اكتر منهم، عندك خبرة اكتر منهم، مداركك واسعة اكتر منهم. فالموضوع هتحس الايفكت بتاعه او هتحس فعلا تأثيره بعد فترة. لان احنا زي ما ريماس قالت، المهم في الموضوع كله الاستمرارية. يعني انت مش مثلا هتروح الجيم النهاردة هتصحى تاني يوم عامل عضلات، ما فيش حاجة اسمها كده. بالظبط. مش هتتعلم النهارده بكره تخش الامتحان هتقفله، لا، ما انت لازم في ستيبس انت بتعدي عليها او خطوات بتعدي عليها. فطبيعي كل ده هياخد منك وقت، هياخد منك مجهود، هياخد منك طاقه، هتقع في النص كتير، المفروض ترجع تقوم، طب بس انا مش قادره اقوم، فانت شايف اللي حواليك بيتاخروا او سوري شايف اللي حواليك بيتحركوا، فتحس ان انت متاخر. فليه يعني هون على نفسك، الموضوع بسيط. ممكن برضو ان انت فعلا تكون بتتقدم بس انت شايف ان التقدم اللي انت بتعمله بطيء، رغم ان انت بتجتهد وبتتعب قوي. دي حاجة يعني الصراحة حاجة تعصب وحاجة تضايق، ان انت بتعمل المجهود اللي عليك وبتشتغل على نفسك وبتتعب فعلا فعلا من قلبك، وبتدي الحاجة فعلا وقتها وجهدها وكل حاجة تكون مظبوطة، بس التقدم اللي انت فيه بطيء. طب ليه مثلا ما تقولش ان انت انت عامل اللي عليك وكل حاجة، بس انت مثلا طبيعتك ان انت بتاخد وقت في التعلم اكتر. يعني انا اعرف ناس اصحابي، اللهم بارك، يعني بيشوفوا الصفحة، بيقروا الصفحة، خلاص ما ذاكروها، بتفضل يعني ما شاء الله في دماغهم. في ناس بتحتاج مثلا ان هي تكرر الحاجة مرة او تذاكر الحاجة مرة خلاص. انا مثلا لو الحاجة في العادي مثلا ممكن تاخد ساعتين، انا ممكن الحاجة تاخد معايا انا بس انت شخصيا تاخد معايا 5 ساعات. انا دي طبيعتي، انا باخد وقت انا مثلا في التعلم او كده بطيئة. بس بذاكر او بس يعني بشتغل على نفسي وكده، بس انا بطيئة.
هقعد بقى اعيط ومش عارفه ايه وكده، لا، هشتغل على نفسي اكتر، ان انا ممكن اخلي انمي عامل السرعه ده عندي اكتر. ما تنماش او حاسه ان انا لا فعلا انا بسيب الحاجه، انا بدي الحاجه وقتها قوي، فخلاص دي طبيعتي. المفروض بقى ان انا اشتغل على نفسي اكتر، اجتهد على نفسي اكتر، بس برضو بطريقه ان انا مستنزفش نفسي، مستنزفش الطاقه بتاعتي. يعني برضو ايه، اكون بالانسد شويه في الموضوع ده. ممكن برضو من الاسباب اللي تخليك ان انت حاسس ان انت متاخر، ان انت اصلا مش عارف تحدد انت فين او انت عايز ايه. زي ما انا مسألة انت ممكن تكون ماشي في طريق اصلا مش طريقك، حاجة مفروض عليك من اهلك او من المجتمع، فانت طبيعي انت مش عارف انت فين. يعني انت مثلا نفسك تخش مثلا طب، مثلا اجبرت ايا كان مين اللي جبرك يعني تخش مثلا ادبي. طب انت هتخش طب ازاي من ادبي؟ فانت هتحس ان انت مش قادر تعمل حاجة، متأخر دايما، ما طبيعي عشان انت في طريق مش بتاعك. هل معنى كده بقى ان انا بقول لا خلاص طالما اهالينا قالوا لنا حاجة غير اللي احنا عايزينها نعق اهالينا وكده؟ لا طبعا، يعني عقوق الوالدين ده كبيرة من الكبائر دي بعد الشرك بالله. فبس انت ممكن تقعد مع اهلك تناقشهم، تقول لهم انا كذا، انا نفسي في كذا، انا فاهم ان انتوا عايزين تشوفوني احسن منكم، عايزين تشوفوني في مكان كويس، بس انا مش حابب المكان ده، انا مش عايز المكان ده. لو دخلت فيه مش هعرف ابدع، مش هعرف اشتغل فيه، مش هعرف اعمل اي حاجة، وممكن اخيب ثقتكم فيا او ظنكم فيا ان انا ممكن اكون كويس في المكان ده. فكل حاجة بالنقاش وكل حاجة بالراحة هتتحل. وزي برضو مريماس قالت نقطة قالتها حلوة قوي، ان انت ما تقارنش بدايتك بنهاية الشخص الاخر، او ما تقارنش الخطوات البداية بتاعتك بحصاد الناس التانية. الظروف مختلفة والطريق مش نفس الطريق. هو مثلا ممكن يكون مشي في طريق غيرك، عمل حاجات غيرك، ادى تضحيات اكتر منك، فطبيعي هو وصل. او ممكن انتوا الاتنين تكونوا انت، يعني مثلا في ناس ممكن تقارن نفسها بحد مثلا انفلونسر على التيك توك مثلا، او بلوجر او الحاجات دي مثلا. واحده عملت فيديو، عملت فيه اي حاجه اي هبل، والفيديو ده طلع ترند، واو، ايه ده، دي بقت مشهوره، دي بقت عندها ملايين الناس بتتابعها وكذا وكذا وكذا. طب انا بشتغل على نفسي مثلا وبعمل انزل فيديوهات على اليوتيوب بقالي كذا سنه ومش محدش بيشوفها. طيب انتوا الاتنين اهو بتشتغلوا في نفس الحاجة في الميديا او في السوشيال ميديا. طيب انت عملت نفس اللي هي عملته، او انت عملتي نفس اللي هي عملته؟ لا، انت مثلا لو انت بتقدم مثلا حاجة هادفة، حاجة فعلا تفيد الناس، مش جاست ان انت طالع عامل فيديو بترغي فيه بتقول اي كلام، بتعمل اي حركات عشان تتشير وخلاص. فما تقارنش ظروفك بظروفها، ما تقارنش تصرفاتك بتصرفاتها، لان ده زي ما احنا دلوقتي عارفين ان اي حاجة هبلة، اي حاجة تافهة، اي حاجة ملهاش اي ستين لازمة بتطلع هي الترند عشان تلهينا عن باقي الحاجات المهمة اللي احنا ممكن نكون بنعملها. فما تقارنش نفسك بحد، دي الفكرة بس اللي انا عايزة اقولها. ممكن تكون برضو مشيت في او عملت تجربة او مشيت في طريق ضيعت فيه وقتك، واكتشفت بعد كده ان مش ده شغفك او مش ده حلمك. هل انت بقى كده فاشل وان انت فعلا متأخر؟ لا، انت جربت، يكفيك ان انت جربت وخلاص عرفت لا انا الطريق ده مش طريقي، او الحتة دي مش بتاعتي، عشان ما ترجعش بعد كده وتقول ايه انا يا ريتني كنت جربت الطريق ده، يا ريتني كنت عملت كذا، يا ريتني كنت جربت، يا ريتني كنت عملت. فاحساس الندم ده بيبقى وحش قوي. وزي ما اتكلمنا برضو في الحلقة اللي فاتت ان انت صحتك ممكن ترجعها، اي حاجة ممكن ترجعها، الفلوس بتروح وتيجي زي ماري ماس قالت، الشهرة بتروح وتيجي، بس الوقت ما بيرجعش. فممكن الموضوع ده ان هو يضايقك اكتر، انا ضيعت وقت في حاجة مش مهمة. لا، يكفيك ان انت خدت خبرة وتعلمت من الطريق ده، اكيد خرجت انت عرفت خلاص ان الطريق ده مش بتاعك وان المكان ده مش مكانك، بس اكيد اتعلمت حاجة من الحتة اللي انت مريت بيها او من التجربة اللي انت مريت بيها. برضو يعني انت ممكن تكون مريت بأزمة نفسية أو صحية مأثرة عليك لغاية دلوقتي. بمعنى انت مثلا ممكن تكون في فترة من فترات حياتك مريت بأزمة نفسية، اكتئاب مثلا، مشكلة نفسية عدت، مثلا مريت بمرحلة اكتئاب شديد أثر عليك، فانت طبيعي في فترة الاكتئاب انت ما بتبقاش قادر تعمل حاجة غير ان احنا قاعدين بنعيط، كلنا مرينا علينا الوقت ده. فازاي بقى يعني انت تكون قاعد بتعيط وانت مثلا متأثر نفسيا من حاجة او متضايق من حاجة، وتقعد بقى تبص على الناس اللي كذا واللي كذا واللي كذا، ما انت طبيعي هتتضايق اكتر، طبيعي هتحس ان انت متأخر اكتر ما انت اصلا متأخر. ممكن برضو لو ده من الجانب النفسي، ممكن من الجانب الجسدي او صحيا بقى.
مثلا ممكن يكون حد حصلت له مثلا إصابة في رجله، إصابة مثلا في إيده، عطلته مثلا، حد حصلت له إصابة في إيده مثلا، في الإيد اللي هو بيكتب بيها، فالموضوع ده أكيد عطله مثلا عن إن هو مثلا لو هو مثلا author أو narrator، فمش هيعرف يكتب، لأن احنا قلنا الإصابة دي مثلا فرضا جات له في الإيد اللي هو بيكتب بيها، فطبيعي مش هيبدأ ينزل المؤلفات بتاعته تاني، فطبيعي مش هيعرف يكتب حاجة جديدة، فطبيعي لو حد تاني مثلا من المؤلفين المنافسين هيبدأ ينزل حاجة، فهو هيكتسح السوق أكتر منه، هيتشهر أكتر منه، فيبدأ يتضايق. طب ما انت عندك حاجة مأثرة عليك، حاجة إصابة جسدية. ممكن مثلا يكون حد كان بيلعب رياضة، منتظر بقى عنده بطولة وحوارات وكذا 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 وكذا، حصلت له إصابة في رجله، فقعد ما مش هيروح برجله المصابة دي، هيلعب بيها يعمل بيها ايه؟ فطبيعي مش هيروح البطولة بتاعته، فهيحس ان هو متأخر، هيحس ان هو متضايق. حقك تتضايق طبعا، لان انت اشتغلت على نفسك وتعبت وفي الموضوع ده، بس انت في ايدك ايه؟ فدي ده كانت كده ايه شوية اسباب بتحسسنا ان احنا فعلا، او ان احنا متأخرين. بس هي في الحقيقة حاجات زي ما قلت ان هي ممكن تكون بايدينا او مفروض علينا من اهل او من المجتمع. كنت هتكلم بقى عن نقطة برضو بحسها لازم تكون في الاعتبار شوية، إنه قياس الزمن مش واحد. أول حاجة لازم نفهمها إن مفيش ساعة كونية بيمشي عليها كل الناس. ده في العلم اسمه الزمن النسبي، وده ألبرت أينشتاين بنفسه اللي قاله إن الوقت بيتحرك بسرعات مختلفة حسب المكان والحالة. يعني حتى في الفيزياء الزمن مش مطلق. يبقى ليه أنا أقيس نفسي على زمن غيري؟ ليه أقارن بدايتي يعني بنهاية حد تاني زي ما احنا اتكلمنا؟ واحد بدأ بدري والتاني بدأ متأخر، بس النتيجة مش في التوقيت، النتيجة في النية والسعي وإيه اللي هيكون في الآخر. لما العلماء درسوا نمو النبات، لقوا إن الزراعة ساعات بتفضل شهور من غير ما تطلع فوق الأرض، بس بتكبر تحت الأرض، بتبني جذور قوية تحت. وانت كمان نفس الحالة. يمكن شكلك من بره ثابت، بس جواك شغل بيحصل انت مش حاسس بيه، بتطور، بتعلم، بتتأمل. وده كله نمو حقيقي. المخ البشري بيبدأ يكون أو يتكون بشكل كامل بعد سن 20، بيبدأ خلاص اللي هو سن الرشد يتكون. يعني حقيقي مفيش حاجة اسمها تأخير، بس بس في حاجة اسمها التوقيت المناسب ليك انت. زي ما بسنت كده اتكلمت، كل حاجة هتجيلك في وقتها، يعني مفيش حاجة تتأخر، لو ليك حاجة هتاخدها. احنا محتاجين نفهم بالظبط ازاي نقدر نحل الموضوع ده بجد بخطوات عملية، لأن موضوع إحساس التأخير ده ممكن يضيع منك حاجات كتير وفرص كتير انت مش يعني مش هتدركها الا لو انت فقت، الا لو انت فقت وحسيت ان لا، الموضوع مش كده، الموضوع اسهل بكتير من اللي انت حاسه. تفتكري بس انت ايه مثلا الخطوات اللي ممكن نتبعها عشان نخرج بره الزون دي، بره الزون ان احنا حاسين ان احنا متأخرين دايما؟ بصي، هي بسيطة، الموضوع بسيط جدا، ان زي ما قلنا ان كل واحد فينا ليه الرحلة الخاصة بتاعته ومنظوره المختلف على الناس تجاه نفس الشيء، فبالتالي كل واحد فينا مختلف عن باقي الناس، كل واحد ليه البوصلة الخاصة بيه، الخطط بتتغير والناس كمان، الأحلام بتختلف، وده طبيعي. فممكن نقول ان انت خلي فيه مرونة عندك، انت مش آلة او روبوت، ان انت تكون ناجح من وجهة نظرك محتاج حد عنده ثبات وعزيمة وإرادة. مش شرط ان انت تكون بيرفكت في الحاجة، المهم ان انت عارف انك صح على الأقل في الخطوة اللي انت فيها دلوقتي. لو حاسس ان في حاجة غلط ده برضو طبيعي، اقعد مع نفسك، عيد حساباتك، رتب ورقك من اول وجديد، ابدأ من جديد. احساسك بالتأخير مش معناه انك متأخر فعلا او انك فاشل، ممكن انك لسه ما بدأتش صح، او انت اصلا في المكان الغلط. دور على نفسك. في برضو مقولة كان دايما مستر رضا الفاروق ربنا يجزيه كل خير كان بيقولها لنا: ارسم حلمك بره حلمهم. مش شرط عشان الناس كلها ماشية في فوج واحد او في طريق معين يبقى انت تمشي في نفس الطريق. انت ربنا كرمك بالعقل، ميزك بيه عن باقي الكائنات الحية، تقدر تحدد انت المكان ده او الطريق ده هينفعك او لا. لو لقيت ان الطريق ده مش نافعك، مش عيب ان انت تحود وتمشي في طريق تاني حتى لو هتمشي فيه لوحدك، ده مش عيب. ما تقارنش خطواتك بحد حتى لو هو معاك في نفس الطريق ومعاك في نفس المرحلة. ركز مع نفسك وافتكر ان احسن وقت تبدأ فيه هو دلوقتي، وبس كده كله هيبقى تمام. ده كان من وجهة نظري ان احنا ازاي نحل الموضوع ده.
انتي رأيك ايه في هو الموضوع ده؟ الحقيقة أنا عندي الحقيقة أنا عندي بخصوص الموضوع ده حلول كتير، لأنه بحسه في معظم الوقت مش بيكون إحساس حقيقي، لأنه في ناس بجد بتبقى بتعمل كل ما في وسعها وتقول أنا متأخر، معرفش بيقولوا متأخرين على إيه بس متأخر. فالموضوع ده أنا عندي ليه حلول كتير، وأولهم إن الشخص يكتب مشوار، أو اكتب مشوارك مش مشوار غيرك، اعمل تايم لاين لحياتك، ايه الحاجات اللي انجزتها فعلا، ايه اللي اتعلمته، وايه اللي اتغير جوايا. هتتفاجئ انك مش واقف زي ما انت فاكر. زي ما احنا اتكلمنا عن النبات، بيقعد شهور وسنين عشان يعني تطلع زهرة او نبتة او تطلع نبات، بس في الحقيقة هي كل الشهور والسنين دي تتكون تحت الأرض. وكذلك الإنسان نفس الحال، زي ما احنا قلنا عقل الإنسان أو الشخص أصلا بيكتمل إمتى؟ بعد سن 20 عادي. فهتتفاجئ إنك مش واقف زي ما أنت فاكر، أنت ماشي بس مش واخد بالك. برضو زي ما بس أنت اتكلمت في حتة إن احنا نقلل المقارنات باللي أصلا مش حقيقي، يعني المقارنات اللي احنا بنعملها دي مش حقيقية. جرب كده في يوم تعمل ديتوكس من السوشيال ميديا، يعني احظرها تماما، ما كان ولو على الأقل بس يومين في الأسبوع. هتمنع خالص السوشيال ميديا. كل ما عقلك يرتاح من المقارنات هترجع تركز في كل خطوة بتعملها. فالسوشيال ميديا برضو زي ما احنا اتكلمنا في الأول خالص، إن هي سبب من الأسباب اللي بتحسس الشخص إحساس أنا متأخر. ليه؟ لأنه في نجاحات كتير على السوشيال ميديا بتحصل بسرعة، وفي الحقيقة النجاحات دي كلها وهم. أيا كان بقى كنت شايفها إن هي حقيقية، بس هي فعلا وهم. وبرضه هنتكلم في حلقة من الحلقات بخصوص السوشيال ميديا والموضوع ده، لأنه في كلام كتير قوي. ثالث حاجة إن الشخص يدرس نفسه مش الناس. اقعد مع نفسك، انت بتحب تعمل ايه؟ ايه اللي يعني ايه اللي بيديك طاقة؟ نفسك تبقى ايه فعلا؟ مش بتمثل ايه، لا نفسك تكون ايه كشخص. لان معرفة النفس بتغير المعادلات كلها. تحس ان كل حاجة، الموازين اللي انت كنت راسمها لنفسك اتغيرت. ادرس نفسك مش الناس، لان كل ما فهمت نفسك اكتر كل ما انت هتعرف تبدع اكتر. عامل زي مخك لو انت ما فهمتش اصلا هو بيشتغل ازاي، عمرك ما هتقدر تبدع بيه. يعني كان في برضو من اهم الكورسات اللي بحس برضو ان الناس المفروض تركز في الجزئية دي، اللي هي learn how to learn، اتعلم ازاي تتعلم اصلا. يعني ان التعليم ده في حد ذاته محتاج انك تفهم السيكولوجية اللي بتمشي بيها، او بيمشي ازاي التعليم. فتدرس نفسك مش الناس. رابع حاجة بحسها برضو مهمة عشان نحل الموضوع ده، انك تحط اهداف صغيرة يومية مش خطة حياة كاملة. ليه بتخطط لحياتك وانت عارف ايه اللي هيحصل قدام؟ اكيد لا طبعا، مش عارف الدنيا ممكن تكون فيها ايه. ممكن تبقى مخطط حاجة وتشاء الظروف ان هي تكون حاجة تاني خالص. فابدأ بحاجة بسيطة كل يوم، صفحة من كتاب، كورس 10 دقايق، تمرين خفيف. الانجازات الصغيرة المنظمة دي احسن من وهم الانجازات الكبيرة اللي ما بيحصلش اصلا. خامس حاجة، ودي أهم حاجة باشوفها من وجهة نظري، إنك ترجع لربنا وتطلب منه الرضا، إن هو يرضى عنك، مش بس التغيير. الدعاء مش بس إنك تطلب حاجة تجيلك، لكن كمان إنك تطلب قلب راضي يقدر يشوف الخير في تأخير الحاجة دي. ادعي الدعوة دي: يا ربي لو الوقت، أو يا رب لو الوقت دلوقتي مش لصالحي، خليني يعني أحب صبري، إن أنا دايما يكون ربنا يرزقني الصبر ويرزقني الرضا بالحال اللي أنا فيه. حتة الرضا، وإن أنا أكون واثق في ربنا ثقة عمياء إن عمر ما ربنا هيضيعني. ومهما اتأخرت، أو في وجهة نظري أنا كشخص إن أنا اتأخرت، أنا مش متأخر. زي ما اتكلمنا، جزئية بتاعة النبات دي على فكرة مهمة جدا، وبحس إن هي أقرب حاجة ممكن أقدر أشبهها تكون شبهنا إحنا في الجزئية دي. سادس حاجة كمان، إنك قص وقتك على حسب أولوياتك، أو قسمه على حسب أولوياتك مش على حسب غيرك. يعني على حسب أولوياتك أنت. اعمل جدول لحياتك مبني على الأهداف الفعلية اللي أنت عايز تحققها، مش اللي المجتمع بيفرضها عليك. زي ما احنا قلنا، نتجنب القوالب الاجتماعية اللي الناس حطاها، لأن دي سبب من الأسباب اللي بتخليك دايما حاسس إنك متأخر. يعني مثلا لو حلمك مش الجامعة وعايز تتعلم صنعة، ركز في ده. لو أولوياتك علاقتك بربنا، خلي ده مركز يومك. مش لازم تمشي في خطة الناس اللي بتبقى عاملاها، أو قوالب الناس اللي بتكون حطاها، القوالب اللي المجتمع بيكون حاططها عشان توصل لحياتك. إطلاقا. ممكن تكون عامل خطة لنفسك وتمشي عليها، إن شاء الله توصل. سابع حاجة، اخلق روتين صباحي يحركك ولو خطوة. وزي ما قلنا، بلاش في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن جزئية الروتين القاتل، وقلنا إن هو من أنواع الروتين اللي بيخليك تضيع وقتك. أنا هنا بتكلم عن اخلق روتين ما يكونش الروتين الممل اللي بيتكرر كل يوم اللي بيخليك اصلا تزهق. لا، اعمل حاجه انت تكون حاببها. وعلى فكره، من اهم الكتب اللي بحسها حلوه جدا في جزئيه الروتين والعادات اللي احنا بنعملها،
كتاب اتوميك هابتس، بجد الكتاب ده رائع في تكوين العادات وازاي تظبطها. كتاب جميل جدا، انصحكم تقرأوه. فزي ما قلت الخطوة السابعة إنك تخلق روتين صباحي يحركك ولو خطوة. ابني عادة صباحية صغيرة حتى لو 10 دقايق تبدأ بيها يومك وتكسر إحساس إنك عايز تقعد أو إنك الركود ده، تكسر بيه الإحساس ده. مثلا زي صلاة الفجر، ذكر، تمرين خفيف، كتاب، يعني كتابة هدف اليوم إن أنا عايز النهاردة أطلع بواحد اتنين تلاتة. البداية الصح بتخلي يومك كله ليه طعم وهدف، وده بيكسر إحساس إنك متأخر أو إحساس إنك شايف إنك يعني ما بتعملش حاجة، مع إن أنت ممكن تكون بتدي مجهود جبار ومجهود كبير. بس الجزئية بتاعت إنك تحدد فعلا أنا عايز أطلع من اليوم ده بهدف معين، حاجة يعني مهمة جدا. تعمل حاجة كمان إنك تعمل قائمة باللي حققته، لأنه هتعرفوا القايمة دي لما بتتحط قدام مكتب كده كل شوية ترجع تبص عليها، أصلا هتتحفز أنت كشخص وتحس إن أنا مش متأخر، أنا في حاجات عملتها في حياتي. حتى لما تبص عليها تحس إن التايم لاين بتاع حياتك كله اللي فات بيمر عليك، يعني كأنه شريط فيلم كده. تشوف كل حاجة حصلت لك في حياتك وإيه المعاناة اللي عانيتها عشان توصل للإنجازات اللي أنت حاططها في الحقيقة قدامك على المكتب على الحيطة يعني. فكل أسبوع اكتب 5 حاجات، إنجازاتك، إيه اللي اتعلمته، أو إيه يعني عديت من الأسبوع ده بإيه. حتى لو مثلا حاجة وحشة، وجع حسيته، الموقف ما كانش أحسن حاجة، اكتبه. ده هيساعدك تبص ورا وتشوف إنك مش ثابت، إنك بتتحرك، بس ببطء جميل. يعني مش لازم النجاحات تكون هوب مرة واحدة. زي ما بسنت كده وضحت في المثال ده جميل جدا. جزئية ان في ناس لما بتروح الجيم بتبقى فاكرة انها من اول يوم هبقى ما شاء الله يعني بادي بيلدر بقى والدنيا لذيذة. لا، الموضوع محتاج تعب، محتاج، في ناس بتاخد سنين وشهور عشان تظبط جزئية جسمها وان هي تعمل يعني فورمة كويسة، بياخد وقت. خلي ليك قدوة من الزمن الحقيقي مش من الانستجرام، والجزئية دي برضو مهمة جدا. بص على ناس ناجحين حقيقيين في حياتك او في التاريخ، او حد انت تعرفه معرفة شخصية، او شخص حكى لك عنه بس يكون يعني شخص هو عارفه شخصيا، مش بس ناس على السوشيال ميديا. اللي احنا قلنا ان نجاحات السوشيال ميديا معظمها مش حقيقيه. زي ما قلنا مثلا ممكن حد يقول لك انا عندي عربيه مش عارفه احدث موديل وفيها كذا وكذا وكذا، ممكن اصلا يكون مأجرها واخدها بس عشان التصوير، وبعد التصوير ما عندوش اي حاجه. حد بدأ من الصفر بعد سن ال40 ووصل عادي. ما دام ما انت فيك نفس انت قادر تتحرك وما تحسش بالتأخير. يعني في ناس ما شاء الله اكبر، يعني انا اعرفهم معرفه شخصيه، بيوصلوا لسن ال50 وال40 وبيقولوا أنا هبدأ أحفظ قرآن، وبيختموه بالعزيمة والإرادة. كل ده يتحقق. ده يثبت لك إن التوقيت مش بس هو اللي بيصنع الإنسان، السعي هو الإحساس إنك تسعى. ده إحساس جميل وهيوصلك حتى لو أنت مش مدرك إيه التغيرات اللي بتحصل. 10 حاجة إنك نظف دايرتك، نظف الدايرة الاجتماعية اللي حواليك، الناس اللي تعرفهم، اللي بيحسسوك انك متأخر. انا شخصيا كان ليا واحدة صاحبتي كانت دايما كل ما اخد خطوة جديدة كنت بحس ان هي ما فيش بتحسسني ان انا دايما متأخرة. والناس دي انا بشوف ان هم ناس توكسيك جدا، انه المفروض نطلع الناس دي بره حياتنا، ما يكونوش موجودين، لان بحس ان هم مش افضل حاجة ان احنا نتعرف عليهم. فالشخص اللي مش بيضيف لحياتك حاجة جديدة او بتحس ان هو بس بيأثر عليك بالسلب، ليه يكون في حياتك؟ فأي حد بيقارن دايما، يعني بيقلل من إنجازاتك أو بيكلمك بنبرة أنت فاشل أنت بطيء، بنبرة سخرية، ده لازم تبعد عنه أو تقلل تعاملك معاه. فمش لازم كل الناس تفهمك، بس لازم اللي حواليك يسهلوا عليك تبني نفسك، مش يحسوك إنك ولا حاجة. رقم 11 إنك اجتهد في السر وانتظر النتيجة في الوقت اللي يختاره ربنا. مش لازم. لما في ناس والله أعرفهم، في صنف من الناس، صنف لما بيبدأ بحاجة جديدة بيبقى ساكت وبيخلي أفعاله هي اللي تكون دليل على قد إيه هو ناجح، قد إيه هو شخص جميل. أفعاله بس من غير كلام. في ناس ما شاء الله بتتكلم يعني طول الوقت عن إنجازاتها، ممكن أصلا لو جيت بصيت في حياتها العملية تحس إن هي مفيش أي حاجة عملتها. ففكرة إنك تجتهد في السر آم، حاجة جميلة، تحافظ على نفسك انت كشخص، زائد انك بتبقى عامل بتشتغل في صمت. مش لازم الناس تعرف انت بتعمل ايه، خليهم بعد ما انت تشتغل وتبقى افعالك هي اللي تثبت لهم قد ايه انا شخص كويس، وقد ايه انا شخص ناجح كنت بشتغل، وكل كلامكم كان غلط. فاعمل خير، طور من نفسك وساعد غيرك من غير ما تستعجل النتيجة او تنتظر تسقيف من حد، او ان حد يقولك انت شاطر انت مش عارفه ايه. انت حافظ نفسك.
ربنا عمره ما هيأخر عليك حاجة كانت المفروض تجيلك، كل حاجة هتجيلك في وقتها، لأن اللي بيبني في السر ربنا بيكافئه فجأة وبصورة تدهشه بجد. وأنا شخصيا من نوعية الناس اللي جربت جزئية إنه فعلا تفضل مستني بكل الصبر لحد ما ربنا كل حاجة بتجيلك في الوقت اللي مكتوبة ليك فيه إن هي تجيلك. رقم 12، اربط بين السعي والنية مش النتيجة. اسأل نفسك، هل أنا ماشي على طريق صح؟ هل أنا اجتهدت وبسعى بجد؟ مش هزار، عشان بس في ناس في استهبال كتير في النقطة دي، إنه أنا بسعى وبكده تلاقي أصلا كل وقت ضايع في السوشيال ميديا، في إن هو ينزل كل شوية مع صحابه بدون أي داعي. لو الإجابة أيوة يبقى أنت ناجح حتى لو لسه مفيش نتيجة ملموسة. وزي ما اتكلمنا على مثال النبات، بتفضل تسقيه سنين وشهور وفي الآخر هو أصلا بيكون بينمو تحت في الجذور، وبعدين بيطلع لك أنت كنبات. بيبني، يعني النبات بيبني قاعدة نفسه أو حاجة يكون هو ثابت عليها. رقم 13، اتعلم قاعدة التأخير مش دايما تأخير، أحيانا هو وقاية. ممكن ربنا آه يأخر شغل، يأخر جواز، يأخر سفر على شخص معين عشان يبعد عنك أذى، أو يعني يبعدك عن مرحلة كان فيها خطر. احفظ الجملة دي، إنه ربنا أحيانا بيخبي عنك حاجة علشان بيحبك مش علشان نسيك. ربنا مش بينسى حد، ربنا يعني عارف كل واحد فينا بيعمل ايه، كل واحد فينا بيتمنى ايه، كل واحد فينا بيسعى عشان يوصل لايه. فربنا عمره ما هيضيع تعب حد ولا سعي حد في حاجة. رقم 14، سجل لحظات التقدم بصوتك أو بالقلم. وأنسب حد ممكن أتكلم عنه في اللحظة دي بسنت، على فكرة بسنت يا جماعة من نوعية الناس اللي بتأرخ كل لحظة في حياتها بالورقة والقلم، وعارفة يعني توريح اللي حصل فيها كل حاجة في حياتها. ودي نقطة جميلة جدا بتحسسها إن هي مش متأخرة، وإن في حاجات كتير حصلت في حياتها بتمثل ليها هي كشخصيا حافز. فكل ما تعمل خطوة حلوة أو تعدي حاجة كنت خايف منها، سجلها في نوت أو بصوتك على ريكورد مثلا تحفظها عندك على الموبايل. بعد 3 شهور اسمع نفسك هتعرف إنك كنت ماشي أسرع مما كنت أنت فاكر. ايوه يا جماعة، رقم حصل 15، النقطة دي حصلت. بس أنت دايما على فكرة بتسجل تاريخ واليوم والساعة، يعني ليها أحداث كده في الحياة بتسجلها في نوت كده. فالنقطة دي جميلة جدا وبتحسسها فعلا إن هي مش متأخرة. أنا شخصيا عشان أكون صريحة وواضحة وأكون للأمانة، أنا من نوعية الناس ما بعملش كده. بس لما هي مع الوقت هي بتقعد تكلمني كتير عن، او مش كتير، اتكلمنا قبل كده عن نقطة ان هي بتقعد تسجل، هي كلمتني عن النقطة دي، تسجل كل حاجة في حياتها. حسيت ان هي حاجة مهمة، وانا لا عايزة اجرب، ايه الاحساس ده والله يا وهي نقطة جماعة، مهمة والله يا فعلا. جماعة بيبقى إحساس حلو قوي، وبتحسسني فعلا إن أنا لأ، أنا يعني ممكن أكون في وقت صغير أو في وقت قصير، لأ أنا عديت حاجات كتيرة قوي. وإيه يا جماعة ده؟ يعني بجد لما بقعد أبص على الحاجات اللي أنا كتبتها وكده، عارفين يا جماعة ما تاخدوا خطوة لورا كده وتقولوا ايه يا جماعة، هو بجد الكلام ده كله حصل؟ لا، ومش بس حصل، هو انا بجد عديت المواضيع دي. ومثلا لو كانت مشكلة انا اتعافيت من مشكلة وخلاص بقيت عادي، بقيت مثلا لو الموضوع ده حصل لي تاني انا خلاص عادي. فبجد هتحسوا ان انتوا فعلا كل يوم ربنا ادهولكوا فرصة جديدة، وهتحسوا ان كل يوم فعلا مختلف. وحاولوا ان انتوا كل بالظبط. يوم تحطوا مثلا او تخلوا حاجة مختلفة في اليوم ده، عشان لما تيجوا تكتبوا او لما تيجوا تفتكروا يعني الذكريات بتاعتكم دي تاني، هتحسوا قد ايه ان كان كل يوم فعلا مختلف. كل يوم انتوا عملتوا حاجة جديدة، كل يوم اداكوا شعور مختلف جواكوا، سواء كان بقى حاجة شعور كويس، مثلا شعور ان انا فرحان او مبسوط قوي، شعور مثلا ان انا متضايق او زعلان او كان في مشكلة. يعني انا مش بس بكتب الحاجات الكويسة، لا انا معظم الحاجات اللي كاتباها اصلا مشاكل فعادي. فزي ما ايوه، برضه بتحسسك بعدين انك لما تبصي عليها بتحسي ان انا الحمد لله قدرت في فترة من حياتي ان كانت في مشكلة اتحطيت فيها وقدرت اقاوم وقدرت ان انا احلها. فنقطة بالظبط جميلة. بتبقى حاجة حلوة قوي كمان، ان انت لو في الحاجات اللي انت كاتبها دي كاتب النجاحات بتاعتك، وكاتب كمان الايه، المشاكل اللي واجهتك او الحاجات اللي كانت بتضايقك او كده. برضه من الحاجات الحلوة اللي ممكن تحسسك ان انت ناجح، بما انك فتحتي الموضوع الكتابة ده، لو انت شايف مثلا ان انت عندك مشكلة، اكتبها، واكتب اسباب الحاجات اللي ممكن بتأدي للمشكلة دي. مثلا انت مثلا ما بتجيبش درجات كويسة، طيب اكتب انا ما بجيبش درجات كويسة ليه، مثلا بكسل، بسوف، بأجل، بستعبط عادي. وحاول مثلا اقترح حلول على نفسك، بس حلول طبعا قابلة للتنفيذ، مش حلول خيالية يعني.
واقعد مثلا استخدم الحلول دي ونفذها على مثلا فترة معينة، وبعدها مثلا هيجي امتحان، شوف بقى درجتك في الامتحان ده، وشوف انت عملت ايه، وشوف فعلا الخطوات اللي انت مشيت عليها دي فعلا حسنت درجاتك وفعلا عالجت المشكلة دي، ولا لسه المشكلة موجودة. جرب حلول تانية، فالموضوع هيكون حلو قوي يا جماعة والله العظيم. اما تكبر كده وترجع مثلا لو النوت دي فضلت عايشة، تيجي تقرا الحاجات دي، هتحسسك قد ايه، هتحسسك ان هترجع تحس نفس الشعور اللي حسيته في اللحظة اللي انت كنت بتكتب فيها. يعني دي حاجة أنا مريت بيها، الحاجة اللي أنا مثلا بكتبها شعور مثلا أنا فرحانة قوي أو زعلانة أو متضايقة أو في مشكلة، لما برجع أقرأ الحاجات دي تاني بحس كده جوايا في قلبي، لا أنا حاسة نفس الشعور اللي أنا كنت بكتب فيه ساعتها، وافتكر نفسي وأنا قاعدة بكتب مثلا وأنا بعيط أو أنا بضحك وفرحانة. فجربوا الموضوع ده يا جماعة، بيبقى حلو قوي. رقم 15 إنك تحافظ على صلاتك في وقتها، لأن ده أعظم تدريب على توقيت الإله بجد. الصلاة بتقول لك في توقيت محدد لكل حاجة، لو فات الوقت خلاص راح، لو لحقته في بركة مش هتفهمها أبدا. الصلاة بتدرب قلبك وعقلك على إنك تلتزم بتوقيت، وده بيهدي عندك التوتر من إنك حاسس إنك دايما متأخر. ال 15 نقطة اللي أنا اتكلمت عنهم، وكمان إضافة ليهم النقط اللي بسنت اتكلمت عنها، دي حلول كتير قدامك ممكن تقدر إنك تستعين بأي حل فيهم عشان ترجع تاني وتحس إنك لأ مش متأخر، لأن الإحساس ده فعلا مميت، ولو حد ركز معاه ممكن حياته كلها يفشل فيها، لأنه ده طبيعي إنك دايما تكون حاسس إنك ما بتعملش ولا حاجة مع إنك بتدي مجهود، وده بسبب إنك الأسباب طبعا إحنا قلناها. القرآن بيقول لك ما فاتكش حاجة. تعالوا كده نرجع لكلام ربنا سبحانه وتعالى وناخد من النور اللي بيطمن القلب. ربنا قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أهو يمكن الأخير ده خير، يمكن لو كنت وصلت بدري كنت ضعت، يمكن لو تحقق اللي انت عايزه في الزمان اللي انت عايزه كنت اتغيرت، كنت بقيت شخص أوحش، أو بقيت بدل ما انت كنت كويس بقيت وحش. يمكن لو ربنا عطاك بدري ما كنتش هتقدر النعمة دي، وكنت يعني هتصرف فيها. فعشان كده ربنا أخر عنك الحاجة اللي انت عايزها واللي انت حاسس انك بتشتغل عليها بس مش لاقي نتيجة وحاسس ان انت متأخر فيها. وكمان تأمل الآية اللي بتقول إن الله لا يخلف الميعاد، يعني لو ليك حاجة هتجيلك لحد عندك في ميعادها، ليها ميعاد محدد هتجيلك فيه، مش بساعات الناس بس بساعات ربنا. لأن الناس ساعات بتقولك إيه، أنت لازم بعد مش عارفة إيه تاخد كورس إيه. طب عادي، يمكن قدراتي مش جايبة إن أنا آخد في ده، يمكن قدراتي أعلى وجبتها في أقل منه. ف- فالموضوع يعني مش باحتمال الناس بس باحتمال ربنا. طالما أنت بتسعى هتوصل، حتى لما تحس إنك متأخر فكك من الأحاسيس دي، ما دام أنت بتعمل عليك سيب الباقي مش بتاعك بقى. في نقطة تانية ممكن نتكلم فيها برضو مهمة، اللي هو إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو تأخير الظاهر. بمعنى، وأقصد إيه بكلامي، تعالوا كده نبص على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الوحي وهو عنده أو هو في سن 40 سنة. يعني لو كان عايش في مجتمعنا كانوا قالوا أنت لسه بتبتدي، يعني هيكونوا مستعجبين اللي هو أنت إزاي وصلت 40 سنة وإزاي تبدأ الدعوة. لكن كانت البداية في السن اللي ربنا شايف إن هو الأنسب، مش اللي الناس شايفاه. كمان ربنا قال في سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا. شوف المعنى، العسر جه معاه يسر مش بعده، إن مع العسر يسر معاه مش بعده. يعني حتى فترات الصعوبة فيها حاجات بتفتح، يعني وانت مش شايف. مش لازم كل حاجة تكون واضحة لك عشان تفهم انك يعني تمام وبرفكت، ما دام ما انت بتعمل عليك زي ما انا قلت في الاول، بس سيب كله على ربنا. بالظبط زي ما انت قلت كده يا ريمانس. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. الحديث ده موجود في صحيح مسلم رقم 2703. معناه ايه؟ ده مربوط اكتر بالتوبة النصوحة، ان انت طالما انت خلاص تبت قبل الشمس ما تطلع من مغربها. طبعا معروف ان في اخر الزمان او من علامات الساعة الكبرى اللي هو خلاص مفيش بعدها توبة، بيكون خلاص باب التوبة اتقفل، ان الشمس بتبدأ تخرج من المغرب. مش بتشرق او بتطلع يعني من الشرق او من مشرقها، لا بتخرج من المغرب او بتطلع من المغرب. فطبعا دي علامة ان هي خلاص كده باب التوبة اتقفل، وخلاص كده لو اي حد تاب تاني خلاص توبته مش مقبولة. لكن الرسول قصده في الحديث ده ان انت خلاص طالما انت بتتوب قبل ما الشمس خلاص تطلع من مغربها ربنا تاب عليك خلاص. فالموضوع كله ان انت ربنا عمره ما هيقفل
باب في وشك او في وش اي حد جاي ندمان حتى لو جه متاخر. لان زي ما قلنا ان عامل التاخير ده او التاخير ده حاجه نسبيه احنا اللي بنحطها لنفسنا. لان انت فعلا ممكن تكون مش متاخر وانت فاكر نفسك متاخر. ف فموضوع التاخير ده زي ما احنا قلنا اتناقشنا فيه. قلنا انت امتى فعلا بتكون متاخر فعلا فعلا وامتى بيكون ده مجرد وهم. واتكلمنا عن الاسباب دي وقلنا ازاي ان احنا نحله. وزي ما قلت لك اهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وموجود في صحيح مسلم، يعني حديث مش ضعيف خالص، حديث مؤكد وحديث صحيح. احنا كده خدنا الموضوع من جانب علمي ومن جانب ديني، خدنا من القرآن والسنة الأحاديث النبوية يعني. في برضو كود كده بحبها قوي، بتقول ايه you're not late you're just on a different timeline. يعني ايه؟ ان انت مش متأخر بس انت على يعني ايه تايم لاين ده اللي هو بيكون الوقت بتاعك. انت ممكن تكون على وقت مختلف او مش وقت مختلف، ممكن نقولها بمعنى اخر. انت مش متأخر بس انت ممكن تكون شايف نفسك متأخر بس انت في الحقيقة مش متأخر. انت ماشي صح وكله تمام. في برضو قوة تانية بحب اسمعها، بتقول ايه your journey is unfolding exactly as it should. لواحدة اسمها بريانا وايست، بتقول إن برحلتك أو رحلتك دي بتتكشف تماما كما ينبغي. يعني إيه تتكشف تماما كما ينبغي؟ يعني طول ما أنت ماشي في الطريق بتاعك هتبدأ كل شوية حاجة جديدة تظهر، إعاقة جديدة ممكن تظهر قصادك. مش قصدي إعاقة دي اللي هي مرض يعني، لأ، معاذ الله ربنا يحمينا جميعا. إعاقة دي أو اللي هي حاجة تعيقك في الطريق اللي أنت ماشي فيه، يعني ده اللي أنا قصدي عليه. مشكلة تواجهك، صعوبة تواجهك، ممكن أوقات تبقى ماشي تمام عادي الموضوع سلس وكل حاجة، وممكن أوقات يجي قصادك مشكلة أو صعوبة، وده الطبيعي. فعشان نلخص الموضوع، انتي رأيك يا ريماس ممكن تلخص لنا الموضوع؟ بحس ان احنا متأخرين لما ننسى 5 حاجات. ننسى اننا مش بنجري في سباق ضد حد، ننسى ان اللي ظاهر على السوشيال ميديا مش الحقيقة الكاملة، ننسى ان ربنا ليه حكمة في التوقيت، ننسى ان الانجاز مش دايما شكله ضجة، ساعات بيبقى هدوء داخلي، ننسى اننا بشر ودي سنة الحياة، تأخير، انتظار، وان احنا نقوم بعد ان احنا ما نقع. فدول 5 نقط اللي احنا لو نسيناهم هنحس ان احنا متأخرين، لازم يكونوا في الاعتبار ولازم نكون واخدين بالنا منهم. انا مش بقولك انك لازم تبقى مليونير ولا انك لازم تطلع مشهور، انا بقولك لو انت بتتطور يبقى انت على الطريق، لو انت بتحاول يبقى انت ناجح. وزي ما قلنا النجاح مش لازم يكون ضجة، كفاية ان هو يكون سلام داخلي بس. لو كل الناس جريوا في اتجاه وانت مشيت في اتجاهك، فده مش معناه انك متأخر اطلاقا، لان زي ما قلنا كل واحد ليه ظروفه وكل واحد ليه الطريق بتاعه وكل واحد ليه هدفه، وعلى اساس ده تختلف الطرق. فده مش معناه انك متأخر، ده معناه انك ماشي صح وعلى طريقك. ربك ما بينساش ولا بيتأخر الا الحكمة. وبس كده كنا معاكم من بودكاست مشوار.